النهارده جايب لكم حكايه جديده وخطيره جدا، واللي بتتكلم عن بطل بيعيش حياته في مواجهه ملك الشياطين. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بعد صراع دام لسنين طويله بين الشياطين والبشر، رجع الشياطين ودارت معركه كبيره بينهم وبين البشر، وكان واضح التفوق الكبير لصالح الشياطين، وما كانش فاضل غير اخر واحد من البشر وينتصر جيش الشياطين. وبتكون علامات الاستسلام واضحة على آخر بشري، وبيكون الشياطين قتلوا غالبية البشر، في حين ان الشياطين استخدموا البشر كمضيفين علشان ينتجوا الوحوش بعد ما قدروا انهم يدمروا قدراتهم العقلية. في الوقت ده بيكون آخر بشري بيقاوم لآخر نفس، وبيقابل ملك الشياطين اللي بيكون اسمه اللورد تاتروس، وبيتكلم معاه اللورد تاتروس بكل استهزاء وبيقول له انت شكلك بتتألم، خلينا اساعدك. فما بيردش عليه البشري، واضح انه كان بيحاول ياخد وقت اطول علشان يتكلموا لأكبر فترة بحيث يسترجع قواه اللي فقدها في المعركة. وبيقول له اللورد تاتروس وهو في موقف قوة، انا هناديك باسمك يا زفير، لان انت اكتر بشري ازعجني في حياتي دي كلها، وبصراحة اعجبني اصرارك ده. بيعرفوا ان في اشخاص كتير مفكرين ان شيء سخيف انك تدخل معركة خسرانة من البداية، وان اللي بيستسلموا بعد ما بيشوفوا قوة اعدائهم عمرهم ما هيكونوا في يوم من الايام حكماء، وانهم بس مجرد ضعفاء. واكتر حاجة بتصير غضبي هو اني اشوف الضعفاء الحسالة دول. وبيكمل كلامه مع زفير وبيقول له بعدين لازم تكون فاهم اكتر مني بما انك طلعت في قمة العالم البشري. وبيقول له انا هقدم لك عرض مغري جدا، وهو انه لازم يكون تحت طوعه وامرته ويكون تابع ليه. وبيعرفوا انه هياخدوا ويروحوا عالم غير العالم الصغير ده، وبيقول له انه هيقوم بغزو العالم كله، وعشان كده هما الاتنين فضلوا على قيد الحياة. زفير قعد شوية كده يفكر، وبعدها قال له وعدني انك تقول الحقيقة. بيرد عليه اللورد تاتروس بابتسامة خفيفة وبيقول له اكيد هقبلك كتابع. بيتكلم معاه زفير وبيقول له مش بطال، بس في مشكلة، وهي ان مع كل الحروب اللي خضتها قبل كده بقيت ضعيف لدرجة محدش هيصدقها، وانه من الصعب انه يحصل على طريقة علشان يتعافى بيها، وانه يرجع لطبيعته زي ما كان بالسرعة دي. وفي الوقت ده بيكون زفير بيفكر هو اللورد تاتروس عاوز يوصل لايه منه، بما انه منحه فرصة انه يكون تابع ليه، وان دي اكيد مش نواياه الحقيقية، وده مش مجرد عرض، وانما ممكن يكون استغلال منه علشان يشوفني بعيش وانا بترجاه، ومستحيل اعمل كده مع الشخص اللي اخد كل حاجة مني. وبيتم الاتفاق بينهم ومحدش عارف افكار الشخص التاني. وبيمد زفير ايده في ايد الشيطان وبيقول في نفسه لو عملت التعويذة دي في ايدي جسمي هينفجر وهتطلع منه طاقة عظيمة لدرجة انها تفجر العالم ده. وبيبص زفير لتاتروس بنظرات غريبة وبيقول له دي اجابتي ليك، تبا لك ايها الوغد. وبتنفجر منه قوة هايلة جدا وبيفضل يتألم ألم شديد وبيفضل يشتم في زفير وبيقول له ازاي تخدعني، احنا مش كان بينا اتفاق يا بشر يا حقير. وبتدور معركة ضخمة جدا بين ملك الشياطين وزفير، وفي النهاية بتنتهي المعركة اخيرا وزفير ما بيقدرش ينتقم لاحبابه، وبيكتشف انه هو مش هيقدر ينقذ البشرية زي ما الجميع اتمنى. بيفتح زفير عينه وبيستغرب من المكان اللي موجود فيه وبيفتكر انه هو مات، ولكن فجأة بيبص لجسمه وبيلاحظ ان جروحه كلها اتعافت، حتى دراعه لقاه سليم، بس كان باين على وشه علامات الدهشة وما كانش عارف هو فين. وبيتأمل في المكان حواليه لحد ما بيلاقي تماثيل للأسياد، وبيفكر ان هو ممكن يكون في معبد، بس ازاي في معبد زي ده؟ وبعدين بيفكر انه مات وانه موجود في عالم الاموات خلاص، ولكن المفاجأة بيلاحظ انه ما ماتش ولا حاجة، وان اللي هو فيه ده مش عالم الاموات، وان المكان اللي موجود ده الطابق الاخير من البنسيون، وده بيكون المكان اللي بيعيش فيه الاسياد. وبيبص فجأة بيلاقي فيه ملاك على شكل بنت بتظهر له، وبيكون مش قادر ان هو يستدعي السيف بتاعه. وبتقول له الملاك ما تستغربش يا زفير، انا هنا علشان اوصل لك الكلام اللي الاسياد امروني ان اقوله لك. وبتعرفه بنفسها ان هي ملاك وليها شأن رفيع واسمها مرسيدس. مش عارف انا ايه الملاك ده، طلعت ملاك بتتركب يا جدعان، وما كانتش عايزه تصدمه وتقول له انه ميت وان غالبا كانت هتبعته لعالم الاموات. وبالرغم من كده بتقول له ان كان في قرار باسترجاعك للعالم من الاسياد الثلاثه، علشان كده قرروا يعيدوك للماضي. بيستغرب زفير من كلام مرسيدس وبيقول لها هو مش فاهم اللي بيحصل، انت تقصدي ايه؟ بترد عليه مرسيدس وبتقول له انه هيتم ارجاعه للماضي مع كل ذكرياته القديمه علشان يكون عنده فرصه يغير مستقبله، وبالتالي هيقدر ان هو يحتفظ بذكرياته لما يرجع. ومش بس كده، لو كمان هيحتفظ بقدراته الجسديه والسحريه بالاضافه لمهاراته اللي هو اكتسبها من المعارك مع ملك الشياطين. وبتقول له كمان بما انك وصلت لاعلى مستويات البشر هتكون على يقين ان هو هيتمكن من رجوع
بسرعة. بيسكت زفير وهو مش فاهم اي حاجة من اللي بتقوله، فبيتكلم معاها زفير وبيسألها هل هو بيحلم ولا الكلام ده ايه، لان مستحيل ان تطرس يكون بيملك اي قدرات تخلي الشخص انه يهلوس. وبيسألها باستهزاء ليه هتمنحوني الفرصة دي اساسا، فبترد عليه مرسيدس وبتقول له شكلك مش مصدق كلامي، وهو ده الطبيعي، بس ممكن تطلب مني اي حاجة علشان تصدق. فبيقول لها زفير ان هو مصدقها، ولكن ايه هو تمن المساعدة دي، وبيسألها الاسياد عايزين مني ايه مقابل الفرصة دي. بيعرفها ان لما الشياطين هجمت والناس كانت بتموت حواليه وهو كان محتاج لمساعدة الاسياد تخلوا عنه، ما بقوش يتواصلوا معاهم ورفضوا الاجابة عن دعواته ليهم، لو كمان سحبوا قوة رجال الدين اللي بتسمح باستعارة قوتهم، علشان كده خلوهم يفقدوا قدرتهم على الشفاء، وده اللي ادى الى اختفاء جيوش البشر من العالم كله. وبيكون بيفكر ان مفيش سبب مقنع يخلوهم يساعدوه في اللحظة دي. بترد عليه مرسيدس انها فاهمة اجابة السؤال ده، ومن الواضح كده ان في حاجات اكثر تشويقا هتحصل. فبتعجب زفير من كلامها، فبتقول له مرسيدس الاسياد اللي كانوا بيراقبوك اشفقوا عليك، لان من النادر رؤية انسان زيك بيصارع الموت للنهاية حتى وهو بيواجه نهاية العالم لوحده، بالاضافة لمحاربتك المستمرة على مدار 5 سنين ضد جيوش الشياطين، وده كان امر يستحق مشاهدتهم. والاسياد حسوا بالندم لما شافوا العالم بتاعك بينتهي في طرفة عين. وبتقول له انه لازم يستغل الفرصة اللي تم منحها من الاسياد، لانهم في اللحظة دي قرروا يساعدوه رغم العواقب اللي هيقابلوها. فبتعصب زفير وبيرد عليها وبيقول لها هو ده كان الغرض مني، ان الاسياد يتفرجوا عليا علشان يتسلوا؟ انتوا مفكرين ان انا كنت بحارب علشان اقدم ليكم عرض تشويق؟ هل البشر في النهاية كانوا مصدر ترفيه بالنسبة ليكم وانتوا كلكم واقفين بتتفرجوا علينا؟ فبتعذبوا الملاك وبتقول له ان الاسياد بيتفرجوا عليه ولازم يكون مؤدب في كلامه عنهم. وبتقول له كمان بما انك فهمت فخلينا اوضح لك شوية حاجات، الحاجة الوحيدة اللي الحكام بيهتموا بيها هو انت وبس، وكمان تقدر تحصل على اي حاجة انت عايزها وده مقابل انك تثبت قيمتك. وكمان بالاضافة للسيد الاول في حاكم واحد بيطلب عودتك بشدة لسبب تاني. في اللحظة دي بنشوف ملك الشياطين اللي بيزعق مع الملائكة وبيقول لهم ابعدوا عن طريق، انا عاوز اقابل الاسياد دلوقتي. فبيطلبوا منه الملائكة ان هو يتراجع في الوقت الحالي لانهم بيراجعوا طلبه. فبيقول لهم تطرس انا حاكم الشياطين اللي ضيع 10 عوالم بضربة واحدة، ازاي يعني بشري ضعيف يقدر يصيبني؟ فبتعرفوا الملاك ان هي هتتحمل مسؤولية اي حاجة تحصل بعدها. فيرد عليها زفير ايه اللي بيعمله اللعين المجنون ده هنا؟ حاكم الدمار اللي نشر الرعب والخوف في 10 عوالم واللي منهم عالم البشر. فتعرفوا الملاك ان هدفه هو تدمير كل العالم، وده لانه قوي جدا لدرجة انه ما خسرش ولا معركة ومفيش حد قدر يصيبه بالضرر في حياته كلها، بس انت البشر الضعيف الوحيد اللي قدرت تأذيه طول حياته. انت متخيل كمية الضرر اللي انت وجهتها لكبريائه؟ وفي الوقت الحالي هو بيتمنى يخوض معركة تانية معاك علشان يهزمك هزيمة ساحقة. وبتسأله الملاك ايه رأيك يا زفير في الكلام ده؟ بيقول لها زفير الاجابة واضحة بكل سهولة، ولو كان هو بيتمنى الموت فانا هحقق له الامنية بتاعته. بتعرفوا الملاك ان بالاضافة لكل ده الحكام ادوا له هدية علشان يظهروا دعمهم ليه، ولما يرجع للماضي هيحصل على حاجات وامتيازات كتير. بيقول زفير في نفسه على الرغم من انها فرصة اتمنحت ليه من الحكام الا انه لازم يستغل الفرصة دي علشان ينتقم من حاكم الشياطين ومن جميع الحكام اللي نظروا للبشر بنظرة استضعاف. في اللحظة دي بتحصل احداثيات واحداث غريبة، وبتقول له مرسيدس انها بتتمنى له التوفيق وان الحكام بيتوقعوا ان هم يسلوه. بعدها بيغمى عليه وبيبدأ يفوق تدريجيا على اصوات غريبة من حواليه، ويسمع صوت حد بيقول انا مش قلت لك ما تنامش؟ فبيستغرب زفير وبيكون شكل الناس دي مش غريب عليه وكأنه شافهم قبل كده. ولما بيلاحظ وشم غريب على واحد فيهم بيبدأ يفتكر تدريجيا الذكريات بتاعته، وبيدرك انه رجع حوالي 20 او 10 سنين للماضي ايام ما كان عبد لطائفة المعبد. في اللحظة دي زفير بيشوف مجموعة من الناس بيضربوا طفل صغير من المجموعة بتاعته، فبيروح زفير وبيساعده وبياخد الطفل معاه وبيمشي. وفي وسط ذهول عمال المنجم من زفير بسبب سرعته ومهارته العالية جدا في الشغل بيبان عليهم الانزعاج بسبب جديته ومهارته العالية. وبيكون زفير مش مصدق اللي بيحصل بعد ما افتكر كلام الملاك واستحضر القوة، وبيكون مذهول من اللي بيحصل ومن القوة اللي اديتها له الملاك. وبيلاحظ ان الجروح اللي في ايده بتتعافى بسرعة جدا، وده بسبب مهارة الجدار الحديدي. والمهارة دي بقى بتمنحه القدرة على زيادة قوة الدفاع وتجاهل الاضرار الناتجة من قوة الهجوم، وبتخفف اعراض التعب اللي بيحس بيه. وبيكون حاسس بنشاط كبير لدرجة انه ممكن يشتغل طول اليوم بدون اي تعب، بالرغم من ان شروط تفعيل الميزة دي صعبة شوية الا انها تستحق الصعوبة دي بس لو استعملت بالشكل الصحيح. ويتفاجئ كمان انه حصل على 9 مزايا غير الميزة دي، بالاضافة انه بقى
وبقى قادر على قراية المستقبل، وكمان بقى عنده القدرة على استرجاع الطاقة في اقل وقت ممكن. وبيكون كل عمال المنجم واقفين في طابور مستنيين يسمعوا ترتيب المجموعات بتاعتهم، واللي بتكون في المرتبة الاولى هي المجموعة اف. وبيبص زفير على الطفل اللي معاه في المجموعة وبيعرف ليه هم كانوا اضعف المجموعات. ومع تفاجؤ العمال بسبب حصول زفير على المركز الاول، بيكون في المستوى الثاني المجموعة بي، وفي المستوى الاخير المجموعة اي. وبيقول لهم الشخص المسؤول عن المنجم ان مكافآت المجموعة الاخيرة هتتوزع على المجموعة الاولى والثانية، وبعدين بيروحوا علشان يصلوا للآلهة بتاعتهم، والناس بترجع لمكانها. وبيكون غالبية الناس دول فقدوا بيوتهم بسبب الوحوش والحرب اللي حصلت على البشرية، والناس دول في الاساس كانوا مغامرين والمعبد انقذهم، وعلشان كده بقوا عبيد للمعبد ده. وبيكون زفير مش عارف يتحرك بحرية بسبب الوشم اللي على كتفه، لانه لو مشي من منطقة الشغل بدون اذن هيجيله سكتة قلبية وهيموت. وبيفكر زفير ان هو لازم يدفع تكاليفه الطبية بأي تمن علشان يتحرر ويكمل خطواته اللي بعد كده وينتقم من اعدائه. وبعدها بيروح هو العمال المتجر وبيبدأوا انهم ياكلوا، وبيكون الاسعار عالية جدا ومش بيقدر على ثمنه. فبيلاقي الطفل اللي انقذه وراه وبيعرض عليه انه يشتري له حاجة يشربها. فبيستغرب زفير من كلامه وبيقول له الطفل ده انه لسه قابض الفلوس، وعلى الرغم انه مش هيقدر يجيب له حاجة سعرها غالي الا انه عاوز يشكره على انقاذه من الاشرار، وانهم حصلوا على المرتبة الاولى بفضله. وبيقول له الطفل ان دي اول مرة يقبض فيها، لانه قبل ما يجي كانوا دايما بياخدوا المركز الاخير، وكانت حصصهم بتتوزع على المجموعات التانية. في الوقت ده بيفهم زفير هم ليه كانوا بيضربوا، وده لانهم عاوزين يأثروا بالسلب على باقي المجموعة وترتيب المجموعة التانية يرتفع على حسابهم. وما بيهتم زفير لكلام الطفل وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح المتجر علشان يجيب الماء الشافي، واللي بيكون سعر الكأس الواحدة منه قطعة ذهبية، واساسا كل اللي مع زفير هي قطعة ذهبية ونص. وبيعرض على صاحب المتجر انه هيشتري المية دي بالقرض، ومع استغراب صاحب المطعم من تصرفاته بيوافق في النهاية، وبياخد زفير المية دي. وبعدها بيظهر من وراه الطفل وبيقول له انه ما ينفعش يبقى مديون، وانه هيفلس ومش هيكون معاه اي فلوس. وما بيهتمش زفير لكلامه وبيرجع للشغل تاني، مع انه عارف انه مش هياخد فلوس كتير حتى لو عمل بجد لنهاية حياته. في الوقت ده بيسمع الجميع صوت وحوش في المنجم، فبيروح زفير لصاحب المنجم علشان يبلغه بمكان الوحش. ولما بيسأله صاحب المنجم عن المكان اللي سمع فيه صوت الوحش، بيرد عليه زفير وبيعرفه ان الوحش داخل المنجم ده، وبيطلب منه فريق صيد الوحوش بسرعة. في اللحظة دي بيظهر زفير وهو محتار ليه اختار انه يشتغل في المنجم وقت ما كان عبد، مع انه كان مسافر ومغامر كبير. وبيقطع حبل تفكيره صاحب المتجر اللي بيقول له بكل غضب انه ما ينفعش يديله قروض تانية بسبب راتبه القليل جدا. وبيفكر زفير لوهلة انه يسرق المكان لانه معهوش فلوس. فبتظهر له واحدة من راهبات المتجر وبتعرض عليه عرض، واللي هو انها تديله قرض مقابل بيع اعضائه للمعبد علشان يعملوا عليها دراسات وابحاث. فبيقول لها زفير تديله المستندات، وبيطلب منها يأجل انه يديها اعضائه لمدة اسبوع. وبيزعق له صاحب المتجر وبيقول له انه ازاي عايز يبيع اعضائه بالسهولة دي. فبيرد عليه زفير انه هو عاوز يشتري الماء السحري ده بالفلوس اللي هياخدها. فبيهتم صاحب المتجر وبيقول له اعمل اللي انت عايزه، انت اللي هتموت مش انا. وبعدها بيمشي زفير وبيقابل مجموعة من الجنود، وبيسمع صوت جندي بيقول له انت زفير اللي تم تعيينه مرشد لينا في المهمة. فبيرد عليه زفير وبيعرفه انه هو. فبيتكلم معاه الجندي وبيعرفه بنفسه، وبنكتشف ان هو قائد فرقة الاستطلاع واسمه جوس، والجنود اللي معاه دول اسمهم ديل ومارك. وبيتعاون معاهم زفير وبيبدأ في ارشادهم لمكان الوحوش. وبيقول له جوس ان الفلوس اللي صرفها على الجرعات الرؤية الليلية خلصت ومش هيقدروا يشوفوا في قلب المنجم، وبيخليه جوس يشيل اغراضه وبيستهزأ بيه. فبيلاحظ زفير ان شكل الجنديين اللي مع جوس مألوفين بالنسبة له، وانه كان عارف واحد منهم. وبيفكر زفير في فكرة يستغلهم بيها. ولما بيوصلوا عند المنجم بيلاقوا ناس شكلها غريب، وبيكون اسمهم فريق الانتظار، وبيديهم واحد منهم اساور فيها سحر علشان لو ماتوا او حصل لهم حاجة تنقطع الاسوارة اللي في ايده دي، ووقتها يتصل بالقاعدة علشان يطلب منهم الدعم ويروح يساعدهم. وبما انهم هنا علشان يستكشفوا بس، ففي الطبيعي مفيش حاجة تقدر تأذيهم طول ما هم واخدين بالهم. وبيدخل زفير وجوس والجنود المنجم، فبيلاحظوا ان في وحوش ميتة على الارض، وبيقول لهم الجندي ان المجموعة A و B هم اللي اتخلصوا منهم. فبيعرض جوس على
ديل وماركو انهم يخلوا المكان بنفسهم وبيبان عليهم علامات الخوف. فبيرد عليه ديل وبيقول انه مهمتهم استكشاف اللي جوه المنجم والخروج منه، لاننا مش هنقدر نعمل حاجه في حاله وجود اكتر من مجموعه منهم واحنا 3 اشخاص بس. فبيعرفوا جوس انهم 4 وانهم يقدروا يهزموا اللي في زنزانه الكوبالت بكل سهوله. وبيغضب ماركو بيقول لهم انهم 3 اشخاص وشويه زباله، وبيشاور على زفير. فبيطلب منه ماركو انه يهدى وبيقول لجوس ان لو كان عنده خطه يعرضها عليهم وبعدها هيقرر هل هيستكشفوا المنجم للنهايه ولا هيرجعوا لفريق الانتظار. وبيقول جوس لزفير انه يطلع اوراق البندق اللي معاه، وبيعرض عليهم جوس الخطه اللي هتكون كالتالي: انهم هيطحنوا الاوراق دي ويخلطوها مع الكوبالت علشان يعملوا ريحه تشبه انثى الكوبالت اللي بتكون ريحتها قويه جدا وممكن شمها على بعد مئات الامتار. وبعد ما يشمها الوحوش هينصبوا لهم فخ ويقتلوهم بكل سهوله. ومع تنفيذهم للخطوات دي بتنجح الخطه اللي زفير قايلها لجوس. وبيعرفهم زفير انه دخل المنجم قبل كده وان دي مجرد زنزانه فيها مجموعات قليله من الكوبالت. فبيتعجب جوس من كلامه. فبيوضح لهم زفير انه كان المسؤول عن الاستصلاح في مجموعته وانه اتعلم ازاي يلاقي الطرق، بالاضافه الى انه بيعرف يتسلل. فبيرد عليه جوس وبيقول له لو هو متاكد انهم يقدروا ينظفوا الزنزانه دي لو اشتغلوا هم ال4. فبيقول لهم زفير ان الامر راجع ليهم وان هو كان غرضه تقديم النصيحه مش اكتر. وبيديله جوس سكينه علشان يقتل معاهم الوحوش ويقدر يدافع على نفسه. في اللحظه دي بيتدخل ديل اللي بيقول لجوس انه ما كانش مصدق ان الامر بالسهوله دي. وبيلاحظ جوس ان جوده الاحجار السحريه سيئه لانها من الوحوش الضعيفه، وبيكونوا خلصوا تنظيف المكان. فبيلاحظ ديل هيكل عظمي وبتكون عباره عن عظام الكوبالت، وبيظهر وحش ضخم وبيهاجم ديل. وبيفتكر جوس كلام زعيم فريق الانتظار وبيقطع الاسوره. وبعدها بيقرر زفير انه يحارب الوحش ده بنفسه. عاوزك بقى تقول لي رايك، هل هينجح في القضاء عليه ولا هيموتوا كلهم؟ وكلنا هنعرف الاجابه في الملخص الجاي. وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه. وسلام.